في الفيديو ده هنعرف ازاي نكتب في البرنامج. الكتابة من الحاجات المهمة جدا في البرنامج واللي بتدي شكل تاني خالص للتصميم. تعالوا نشوف. من خلال أداة التكست التي هنضغط كليك عليها ونطلع فوق نختار حجم الخط. ممكن اختار من الأرقام اللي مكتوبة دي أو فوق بكتب الرقم اللي أنا عايزه، ونختار لون الكتابة ونضغط كليك شمال في المكان اللي أنا عايز أكتب فيه ونكتب بالشكل ده. وبعد ما بخلص بختار أداة التحريك وممكن أكبر وأصغر الكلمة أو أحركها بالشكل ده. لو عايزين نعدل في الكتابة اللي احنا كتبناها هضغط على أداة التي وهضغط كليكين على الكلمة وأعدل فيها. ممكن أكتب كلمة غيرها أو ممكن نطلع فوق ونختار نوع الخط اللي احنا عايزينه. أول مجموعة دي آخر خطوط أنا استخدمتها. المجموعة اللي بعدها دي مجموعة الخطوط الإنجليزي، وبعدها مجموعة الخطوط العربي، وبعدها في مجموعات تانية. احنا هنا كاتبين كلام انجليزي فهنختار خط من الخطوط الانجليزي، وممكن نطلع فوق نختار بولد يعني عايزين الخط ده عريض، ولا ريجولار يعني خط رفيع، ولا ايتاليك يعني خط مايل. كل خط بلاقي جنبه المعاينة بتاعته. وممكن كمان اختار من هنا شارب حاد يعني، ولا سترونج، ولا سموز. ممكن نجربهم ونشوف الاختلاف ما بينهم. كمان ممكن نعمل ميلان للخط من هنا اهو، وبنختار درجة الميلان من هنا كمان بالشكل ده. لو عايز اكتب مثلا اكس اس 2 بكتب اكس وجنبها 2 وبعدين بحدد الاتنين دي وبطلع فوق من هنا وبختار الاختيار ده. وفي برضو اختيارات تانية. لو عايز خط تحت الكتابة مثلا، أو لو عايز أي شكل من الأشكال التانية دي. الكتابة اللي احنا كتبناها دي هوريزونتال أفقية. دلوقتي هنكتب كتابة فيرتيكال رأسية من الأداة دي ونبدأ نكتب بالشكل ده. لو جينا نكتب عربي هنلاقي الخطوط طالعة مش مظبوطة بالشكل ده ليه؟ لأننا مش مفعلين اللغة العربية في البرنامج. تعالوا نشوف ازاي نفعل اللغة العربية في الفوتوشوب. ده بيكون من خطوتين. الخطوة الأولى بضغط كنترول كي وبعدين بروح لتايب وبختار وورلد ريدي لاي اوت. الخطوة الثانية بروح من قائمة تايب بختار لانجويج اوبشنز وبعدين بختار الاختيار الثاني أو الثالث. المتفعل فيهم معايا بختاره، وبعدين لازم نصفي البرنامج ونشغله تاني عشان تتفعل معانا اللغة العربية، وهلاقيها دلوقتي ظبطت معايا تمام. لو جينا نكتب أرقام هلاقيها بتكتب معانا انجلش بالشكل ده. طب لو أنا عايز أخليها عربي بعمل ايه؟ بروح من قائمة تايب واللانجويج اوبشنز وبنزل تحت هنا بختار هندي ديجيتس. هندي ديجيتس بيخلي الكتابة عربي، ولكن Arabic ديجيتس بيخلي الكتابة انجليزي. لو شفنا الخطوط اللي انا عندي في البرنامج هنا هلاقيها خطوط كتير، خطوط انجليش كتير وخطوط عربي كتير. مش كل الخطوط دي نازله مع البرنامج، انا ضايف خطوط كتير للبرنامج. بضيف خطوط للبرنامج ازاي؟ تعالوا نشوف ازاي نضيف خطوط للبرنامج. بحمل خطوط من الانترنت، بدخل على جوجل واكتب تحميل خطوط عربي للفوتوشوب او تحميل خطوط انجليش للفوتوشوب. دايما بلاقي في مواقع منزله لي مجموعات كبيره بحملها. يعني بلاقيه يقول لي مثلا تحميل 300 خط للفوتوشوب، تحميل 500 خط للفوتوشوب كده يعني. وفي مواقع بحمل منها خط خط، يعني بيجيب لي المعاينه بتاعت كل خط وبعمل تحميل للخط اللي انا عايزه. لما بحمل الخطوط بتظهر معايا بالشكل ده. هدخل على كنترول بانل لوحة التحكم بتاعة الجهاز عندي، وهروح من هنا هختار لارج ايكونز وبعدين هختار فونتس او بالعربي خطوط يعني. بس كده، وهبدأ اسحب الخطوط اللي انا محملها من الانترنت للخطوط اللي في الكنترول بانل اللي في لوحة التحكم بالشكل ده. بس انا عشان ضيفهم قبل كده جايب لي رسالة بيقول لي انهم موجودين يعني، ولما افتح البرنامج الاقيهم اتضافوا عندي. الخطوط اللي انا ضفتها للوحة التحكم دي بتظهر معايا في برامج كتير، مش في الفوتوشوب بس، هلاقيها ظاهرة في الفوتوشوب، في الأوفيس، وفي برامج كتير على الكمبيوتر برضه.